الرواق البلدي على أصوله. الرواق البلدي أبو لحمة مفروم، الرواق البلدي بتاع العيد. ما ينفعش العيد يجي من غير ما نعمل أحلى صينية رواق بلدي على أصولها. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بينا نطبخ مع حنان، وتعالوا هقول لكم كل خطواته وأسراره هنا في الفيديو ده. كوباية شوربة الأول، نعمل تشريبة بقى حلوة كده خفيفة. كوباية لبن، ممكن نص ونص. لو هتعملي صينية واحدة حط نص كوباية شوربة ونص كوباية لبن. ممكن شوربة بس. 4 معالق سمنة، مش بناخد سمنة كتير. نص معلقة بيكنج باودر. التشريبة دي تقضي ثانيتين اتنين، خدوا بالكم. ربع معلقة ملح، ربع معلقة فلفل اسود، ربع معلقة سبع بهار. مفيش سبع بهار خلاص، الفلفل الاسود بيستكفي. بقلبي قلبي واركنها على جنب. هاتي لي صينية بقى كده حلوة تهنيها دهنة كويسة قوي. اول سر، اول سر بجد بجد يعني، عشان دي تجربة. ده باقي الرواق اهوت اللي احنا كنت عاملاه معاكم. كنت عاملة معاكم كيلو، عملت بيه كام حاجة. عملت بيه الرول وعم نعمل اهو. طب الصينية ايه؟ مش هتهن اول ورقة، ما تتهنهاش ولا تبليها شوربة ولا تشريبة ولا حاجة. لو بلاتيها هتلزق، مش هتعرفي تطلعها من الصينية لو عملت لها ايه. او بقى تحطها في صينية تيفال مفيش مشكلة، انما انا بتكلم على الالمونيا. انا بحب اسوي في الالمونيا. او صينية كده مسطحة كده حلوة، جيب صينية كبيرة. بعد ما حطيت الورقة ما بلتهاش بقى، اروح مبلبلة بقى. اجي من التشريبة بتاعتي كده، احط بقى بالكبشة، احط بالمعلقة 6 7 معالق كده براحتي خالص. اغرقها ايه، مش هتبوش كده، لا ده هتبقى جميلة وحلوة قوي. يلا حط 4 طبقات بقى، حط 3 حط 5 براحتك، ترجع لك حلو. 4 طبقات المقاس ده حلو قوي. يلا بقى كل ما احط ورقة كده احط فيها سمنتها وفيها لبنها وفيها الشوربة وفيها كل حاجة. وده العصاج اللي انا كنت عاملاه معاكم. بسم الله ما شاء الله، بيبقى على بعضه كده موفر وجميل قوي قوي قوي. ولسه هعمل بيكم بيه حاجة كمان معاكم هتعجبكم قوي 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 كمان والله. بصوا، خدت الطبقة بتاعتي بقى كده، حطيتها فردتها عليها. العصاج ده اللي ما شافوش، اللي لسه كنت عاملاه برضو قبل فيديو الرقاق اللي انا كنت عاملاه الرول. اوكي، يلا بينا. تعالى احط بقى طبقات بتاعتي كده. احط كام طبقه برضو. إيه في إيه، مش عارفه تحطيها الرقاقه قصيره الرقاقه كبيره، قطعي كده وساوي وتعاملي. يلا بينا، خلصت كده. احط الكميه بتاعتي، هحط 4 طبقات برضو. وتعالي بقى بعد ما هبقى لزقه كده سوي بس كده. اوكي، حط بقى التشريبه برضو بلبليه كده. هحط له البلبله بتاعته بقى دلوقتي. بلبله ايه، هحط له سقسق. ايوه، عايزين نسقسق كده، سقسقيه كده كده كويس. على فرن بقى عالي جدا في الرف الوسط، تحت وفوق. علي بس اهم حاجه من تحت جدا. بسم الله ما شاء الله. الله 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 الله, الله على الرواق، الله على ريحه الصينيه الرز. بص بيطلع ناشف كده شويه. غطيه هتلاقيه طرى. بس قعدنا العيال عايزين يقرقروا منه، ياخدوا الحته المقرمشه دي، بتبقى جميله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله 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 الله. الرقاق البلدي على اصوله، الرقاق البلدي اللي باللحمه المفرومه. يعني بص طبقات ورقات وطلع ليه. سلكته الاول من الاجناب كده قبل ما اقلبه. ليه بقى؟ بصوا طلع عليه ناشفه كده وجميله، مع انها في صينيه المونيا واخده تشريبه لبن على شوربه. ليه؟ لا، ما دهنتهنيش الورقه الاولانيه. بص بيبقى بقى ايه، بيبقى مقرمش كده من بره كده شويه. ده الرواق الطري، ده الرواق الطري. ومن جوه بقى رقات. هقول لكم دلوقتي، هفتحه دلوقتي معاكم. قطعي بقى زي ما تقطعي براحتك. حطي كده زي الفطيره كده للولاد، وجميل وقضي العيد وجميل قوي 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 قوي. زي ما قلت لك، اعملي العصاج على بعضه، بيبقى موفر وبيريحك قوي قوي قوي. جميل، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصوا الجمال. بصوا اللحمه، بصوا الجمال. بصوا العصاج كمان لونها حلو قوي. بصوا الرقات بتاعت الرقاق. بصوا الرقاق من بره مقرمشه كده بسيط، ومن جوه طريه وبتمضغ، فيها ندغه كده جميله. يا رب اكون في التوك، اشوف اشوفكم بخير في الدكتور.